تخيل كده معايا، تصحى فجأة تحس انك تعبان جدا، حرارتك عالية، جسمك مكسر، بتاخد نفسك بالعافية، وكل ده بسبب فيروس ممكن يوصلك من فار. ايوه، ما تستغربش. الفترة الأخيرة ناس كتير سمعت ناس كتير سمعت وبدأت تتكلم عن فيروس هانتا اسمه غريب حبتين، وفي ناس مرعوبة منه فعلا. بس سؤالي هنا، ايه هو فيروس هانتا؟ وهل فعلا خطير للدرجة دي؟ وازاي ممكن يتنقل للإنسان؟ يلا بينا. أول حاجة، ايه هو فيروس هانتا؟ فيروس هانتا ببساطة هو فيروس نادر شوية ومش مشهور زي الكورونا أو الإنفلونزا، لكن ناس بدأت تتكلم عنه لأنه ممكن يكون خطير في بعض الحالات. الفيروس ده مصدره الأساسي القوارض، خصوصا الفئران. يعني الفار نفسه ممكن يكون شايل أو حامل الفيروس من غير ما يبان عليه أي أعراض. طيب الإنسان بيتصاب إزاي منه؟ الموضوع غالبا بيكون عن طريق، لا مؤاخذة، فضلات الفئران أو البول بتاعهم. يعني مثلا لو في مخزن مقفول بقاله فترة أو أوضة قديمة أو مكان مهجور فيه فران أصلا، وجيت تنضفه كده بطريقة غلط، زي إنك تكنس بسرعة أو تفتح والتراب يدخل، ممكن ذرات صغيرة جدا من فضلات الفيران دي تطلع في الهوا كده، والإنسان احنا نستنشقها من غير ما ناخد بالنا. وفي الحالة دي بقى الفيروس خلاص بيدخل الجسم عن طريق التنفس بتاعنا. وعلشان كده المشكلة الأساسية مش إنك تشوف فر وخلاص، لأ، المشكلة في الأماكن الملوثة اللي فيها فضلات الفئران لفترة طويلة. وكمان الفيروس مش بيتنقل بسهولة بين البشر زي أيام كورونا، وده شيء مهم جدا الناس لازم تعرفه. يعني مش أي حد مصاب هيعدي كل اللي حواليه. أيام كورونا كان كده، أي حد كان بيبقى متصاب بيعدي كل اللي حواليه خلاص. عشان كده دايما لو هتنظف مكان قديم او مقفول بقاله فترة، لازم تلبس كمامة وقفازات، يعني جوانتيات، وترش مطهرات على المكان الاول، بدل ما التراب يبقى في الهواء وتستنشقه ويتنقلك الفيروس. لان اكبر خطر بيكون من الذرات الصغيرة اللي ممكن تدخل جسمك وانت مش حاسس. تاني حاجة، الفيروس بقى بيتنقل ازاي؟ ناس كتير اول ما تسمع فيروس تفتكر انه بيتنقل بسرعة من شخص للتاني، لكن فيروس هانتا مختلف شوية عن كورونا. الفيروس ده غالبا بيتنقل بسبب زي ما قلنا القوارض، خصوصا الفئران. ازاي بقى؟ اشهر طريقة ان الانسان بيستنشق هواء فيه ذرات صغيرة جدا من البول او فضلات الفئران زي ما قلنا. يعني تخيل مثلا ان في مخزن مقفول بقاله شهور، او اوضة قديمة محدش دخلها من زمان، وفي فران ماشية براحتها كده. تيجي انت تدخل تنظف المكان ده على طول كده بسرعة، وتبدأ تكنس التراب او تحرك الحاجات القديمة كده تزحزحها. فجأة الذرات الصغيرة دي تطلع في الهواء وانت تتنفسها من غير ما تحس ومن غير ما تعرف، وساعتها الفيروس خلاص دخل جسمك عن طريق التنفس اللي انت تنفسته. وكمان ممكن يتنقل لو لمست سطح كده، اي سطح عليه تلوث من الفئران، وبعدها لمست مناخيرك بقى او بقك او عينك. وفي حالات نادرة جدا وهي عضة الفار نفسها ممكن تنقل الفيروس. وعشان كده الغلط الكبير ان حد يدخل مكان قديم وينضفه بعشوائية كده من غير ما يعرف. الصح ايه؟ الصح انك اول حاجة تفتح المكان الاول، التهوية تهويه. تاني حاجة تلبس الكمامة والقفازات اللي هي الجلافز.
تالت حاجة ترش مطهرات قبل التنظيف، ودي أهم نقطة مهمة جدا جدا عشان تقلل أي ذرات ممكن تطلع في الهواء. وده سبب إن الأطباء دايما بينصحوا إن أي مكان فيه آثار فيران لازم تتنضف بحذر جدا جدا، مش بخوف لكن بوعي. نيجي بقى لتالت نقطة معانا، ودي نقطة مهمة جدا جدا. ايه هي أعراض فيروس هانتا؟ بص يا سيدي، المشكلة في فيروس هانتا ده إن أول ما بيبدأ بيخدعك جدا. يعني إيه بيخدعك جدا؟ يعني في البداية خالص بيبقى شبه الإنفلونزا العادية، يعني الشخص يحس بحرارة عالية جدا، صداع تقيل ماسكه كده طول الوقت. تالت حاجة تعب وإرهاق شديد كده من غير سبب واضح. 4 آلام في العضلات وكأن الجسم كله مكسور ومهدود. 5 حاجة وآخر حاجة دوخة وخمول ملحوظ طول الوقت. وفي المرحلة دي كتير من الناس ممكن تقول ده دور برد وخلاص ويكمل حياته عادي جدا. لكن هنا بقى بتيجي النقطة المهمة جدا جدا. في بعض الحالات وبعد أيام بسيطة الحالة ممكن تبدأ تتغير بسرعة كده. التعب يزيد عليك والنفس يبقى تقيل والشخص يحس إنه مش قادر ياخد نفسه كويس زي الأول، لأن الفيروس ممكن يبدأ يأثر على الرئة والجهاز التنفسي بتاعك. وساعتها ممكن تظهر أعراض أخطر زي ضيق في التنفس، كحة شديدة، وإحساس بالاختناق كده في بعض الحالات. وده بقى اللي بيخلي الموضوع مخيف شوية، إنه بيبدأ بسيط جدا شبه الإنفلونزا، لكن لو اتساب من غير انتباه ممكن يتطور بسرعة. بس مهم جدا جدا إننا نفهم حاجة، مش أي سخونية أو صداع معاها فيروس هانتا لأ. مش يعني مش لازم لو جالك اي سخونية او صداع يبقى انت كده خلاص انت محمل بفيروس هانتا، لا. لان الفيروس اصلا ده نادر ومش منتشر بسهولة. يعني الاصابات اللي حاليا دلوقتي اللي قدروا يحصروها بتوع 5-6 اصابات، فيا رب ما يتطورش بقى الفترة الجاية. فالمهم الفيروس ده فيروس هانتا نادر ومش منتشر بسهولة، يعني ادعوا ان هو ما ينتشرش زي فيروس كورونا. لكن الخطورة بقى بتاعته بتبان لان لو في تعرض مسبق لمكان فيه فئران او فضلات بتاعتها دي، وبعدها ظهرت الاعراض دي، بتحصل الكارثة بقى، بتحصل مصيبة. وعشان كده الوعي مهم جدا. لو في أعراض غريبة ومعاها تاريخ تعرض لمكان ملوث، الأفضل ثم الأفضل إنك تكشف بسرعة وما تستهونش بالموضوع ده. طيب حلو يا سيدي، نيجي الرابع نقطة معانا واللي هي هل فيروس هانتا خطير فعلا؟ بص، الإجابة المختصرة أيوة، ممكن يكون خطير جدا كمان في بعض الحالات مش كل الحالات، بس لازم نفهمه صح من غير تهويل ولا تخويف زيادة عن اللزوم. بمعنى الفيروس ده لو دخل الجسم وبدأ يتطور، يعني لا قدر الله، وفي تأخير في الكشف أو العلاج، ممكن الحالة تسوء بسرعة وتبقى خطيرة، خصوصا على الرئة والتنفس بتاعك. لكن في نفس الوقت مش كل اللي يتعرض له بيتأذي بالشكل ده. اطمن. ليه؟ لأن فيروس هانتا أصلا مش منتشر بسهولة زي الفيروسات التانية زي الإنفلونزا أو كورونا فيروس. يعني مش بيتنقل بسرعة ما بين الناس، ومش بيعدي في الهواء كده بشكل عشوائي. لأ، هو مرتبط أكتر بمواقف معينة جدا زي التعرض لمكان فيه قوارض أو فضلاتها لفترة طويلة كده. وعشان كده بنقول إنه فيروس نادر نسبيا، فيروس هانتا فيروس نادر نسبيا، ومش أي حد هيجيله بسهولة في حياته اليومية إن شاء الله. المهم هنا إن الخطر مش في انتشاره قد ما هو في إهمال الموقف لو حصل تعرض. يعني لو حد دخل مكان ملوث وبدأت تظهر عليه أعراض، حلو، وساب الموضوع من غير كشف، هنا بقى الخطورة بتزيد. لكن لو في وعي وتصرف صح من البداية، نسبة المشكلة
بتقل طبعا جدا. فالموضوع باختصار كده، مش هو فيروس هانتا مش فيروس مرعب منتشر ومش منتشر في كل مكان، لكن هو فيروس نادر قلنا نسبيا، وممكن يبقى خطير لو اتساب من غير انتباه. لازم تروح تكشف. وعشان كده اهم حاجة مش الخوف منه، لكن انك تبقى فاهم ازاي بيحصل اصلا، وتتعامل صح لو حصل تعرض لمكان ملوث. يعني وعي زائد نظافة زائد تصرف سريع بيساوي امان باذن الله. خامس نقطة معانا، ازاي بقى، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا، ازاي تحمي نفسك من فيروس هانتا لو جالك. بص، الموضوع كله قائم على الوقاية والوعي مش اكتر. يعني كده، اول حاجة لازم تعملها انك دايما تحافظ على نظافة المكان اللي انت فيه. دي اول نقطة كده اساسية، تحافظ على نظافة المكان اللي انت فيه، لان الفوضى والاماكن اللي مش نظيفة هي اكتر بيئة بتخلي الفئران تدخل المكان وتقعد يعني تقرب منه وتعمل اللي تعمله بقى، احنا عارفين. تاني حاجة ودي مهمة جدا، ما تسيبش الاكل مكشوف ابدا، لان الاكل المكشوف بيجيب القوارض بسرعة من غير ما تحس. ولو لاحظت وجود فئران في مكان معين لازم تتعامل مع الموضوع بسرعة جدا جدا، وما تسيبوش يكبر او يزيد، لان ده بيزود الخطر عليك. ومن اهم الاخطاء كمان انك تيجي تكنس لا مؤاخذة فضلات الفئران بشكل مباشر كده، بشكل عشوائي، لان كده انت ممكن تطلع ذرات صغيرة في الهواء. ولما تطلع الذرات الصغيرة دي بتبقى ذرات صغيرة جدا كده في الهواء، لما تكنس وتطلعها وبالتالي تستنشقها من غير ما تاخد بالك، لا قدر الله الفيروس يعني اتمكن منك وبقيت محمل فيروس هانتا. وده ممكن يكون سبب انتقال الفيروس لو كان موجود يعني. عشان كده الصح انك تستخدم طريقة آمنة، زي انك ترش مطهر الاول قبل اي تنظيف، وتستخدم زي ما قلنا كمامة وجلافز قفازات عشان تحمي نفسك. وفي النهاية الفكرة كلها بسيطة جدا، مش لازم تخاف، لكن لازم تبقى حذر. نظافة المكان زائد التعامل الصح زائد الحماية الشخصية بتساوي أمان كبير جدا. لو انت عايش في مكان نظيف وبتراعي التفاصيل البسيطة دي، نسبة انك تتعرض لفيروس زي هانتا بتكون شبه معدومة تقريبا. الموضوع كله انك ما تديش فرصة للقوارض انها تقرب من بيتك من الاساس اصلا، ولا تسيب بيئة تساعدها انها تعيش او تتكاثر. وخدها قاعدة مهمة جدا كده مني، اي مكان قديم او مقفول بقاله فترة زمن كده اتعامل معاه على انه محتاج حذر قبل ما تدخله او تنظفه. وفي الاخر خالص انت مش محتاج تعيش في خوف، لكن محتاج تعيش بوعي بسيط يخليك دايما في الامان. نظافة زائد وعي زائد شوية احتياط بيساوي حماية كبيرة جدا من اي خطر من النوع ده. اخر نقطة معانا وسؤال ناس كتير عايزة تعرف اجابته، هو هل فيروس هانتا اخطر من فيروس كورونا؟ بص، الموضوع مش سهل يتقال فيه ده اخطر وده اقل بشكل مطلق كده، لان كل فيروس فيهم ليه طريقة مختلفة تماما عن التاني. خلينا نبسطها لك كده، خلينا نبسطها سوا. كورونا كان مشكلته الأساسية إنه بينتشر بسرعة جدا ما بين الناس بشكل مش طبيعي. يعني ممكن شخص واحد بس يعدي عدد كبير جدا في وقت قصير، صح؟ ده اللي كان بيحصل، وده اللي خلاه يتحول لجائحة عالمية وقلق كبير في العالم كله. خدت بالك؟ أما فيروس هانتا فهو مختلف، لأنه نادر جدا ومش بيتنقل بسهولة ما بين البشر زي كورونا. يعني مش هتلاقيه بيعدي من شخص للتاني بشكل سريع، لا. لكن في نقطة مهمة، في بعض الحالات القليلة لو الإصابة حصلت واتأخرت
في العلاج انها تتعالج يعني عند الدكتور، ممكن فيروس هانتا يكون شديد جدا ومؤثر على الرئة والتنفس، وساعتها الخطورة بتكون عالية على الشخص المصاب نفسه المحمل بالفيروس. يعني باختصار بسيط جدا، كورونا بتساوي انتشار سريع جدا ما بين الناس، هانتا بتساوي نادر جدا لكن ممكن يبقى قوي على الحالة لو حصلت. وعلشان كده يا سيدي الدرس المهم هنا ان مش مين اخطر من مين وخلاص، لكن ان كل فيروس ليه طريقة مختلفة في التعامل معاه، صح؟ ده الطبيعي. وفي النهاية الفكرة مش اننا نقعد نقارن ونخاف من كل حاجة، لا، المهم اننا نفهم ونبقى عارفين ازاي نحمي نفسنا صح. كورونا علمتنا أهمية النظافة والتباعد وقت الأزمات، صح؟ وفيروس هانتا يعني هو بيعلمنا أهمية النظافة بس من نوع تاني، إننا نبعد عن مصادر التلوث والقوارض ونتعامل بحذر مع الأماكن المهجورة. فببساطة كده كل فيروس ليه طريقة حماية مختلفة طبعا عن التانية، لكن القاعدة واحدة جدا وهي الوعي. الوعي بيقلل الخطر جدا، فبدل ما نقول مين أخطر نقول إزاي نكون أذكى في التعامل مع كل حالة. في النهاية فيروس هانتا فعلا موجود وفعلا ممكن يكون خطير في بعض الحالات، مش كله، لكن في نفس الوقت مش معنى اننا سمعنا اسم فيروس جديد اننا نعيش بقى في رعب او خوف وتوتر طول الوقت، لا. اكبر مشكلة دلوقتي ان اي خبر مرعب بينتشر بسرعة جدا على السوشيال ميديا، وفي ناس بتبدأ تتخيل ان نهاية العالم خلاص قربت، مش عارف ليه. لكن الحقيقة ان الوعي ثم الوعي هو اهم من الخوف. يعني لما تبقى فاهم الفيروس بيتنقل ازاي وايه اعراضه وازاي تحمي نفسك منه زي ما قلنا، كل ده احنا قلناه كده، انت بالفعل قللت جزء كبير جدا من الخطر. وخلي دايما في بالك كده، النظافة مش رفاهية خالص، دي حرفيا ممكن تحمي حياتك وتحميك من الفيروس ان هو يتنقلك، سواء بقى من فيروس هانتا او من امراض كتيرة جدا ممكن الانسان ياخدها بسبب الاهمال بتاعه. وما تنساش ان اغلب الفيروسات والامراض اللي بتخوف الناس بيكون ليها طريقة وقاية بسيطة جدا، لكن المشكلة ان ناس كتير بتستهين بالحاجات الصغيرة دي. فلو في مكان قديم او مخزن مقفول بقاله فترة او اي مكان فيه اثار قوارض فيران، اتعامل معاه بحذر شديد جدا، مش بخوف لكن بوعي زي ما قلت لك. وفي النهاية خالص مش كل حاجة مخيفة لازم تسيطر على حياتك، لا خالص. اوقات كتير المعرفة نفسها بتكون اقوى من الخوف. ولو الفيديو عجبك بقى اعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناة لو ما اشتركتش، وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله هنا على القناة. وبس كده، اللهم لا تتركني للضلال ولا تخلى عني الخطيئة، والهمني راحة الضمير حتى أستطيع أن أنام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. سلام الله على الجميع، أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.